والله العظيم انت قاعد جنبينا، انت قاعد بتتلقف الصدمات زينا زيك. ايه باشا، هو حضراتكم ما كنتوش عارفين ان الوقود هيزيد نتيجة الحرب، وبالتالي هتزيد تكلفة كل حاجة، فيكون عندي الاجراءات الكافية والوافية ان انا اكون مجهز السولار والوقود والغاز اللي الحين انتهاء الازمة. يا باشا ده ايران اللي بتتضرب الريال بتاعها ارتفع 6% وهي اللي بتحارب. الناس بتضرب فيها والريال ارتفع 6% وهي بتحارب. انا بيزيد عليا هنا ليه؟ هو احنا على الله حكايتنا؟ هو احنا على الابيض خالص؟ مفيش قاعدين اي خبطه لو تعرقلت دبه في كوالالمبور الاقتصاد المصري يتاثر؟ ايه يا جماعه بقى؟ يا باشا انا عايز رؤية، انا عايز خطة، انا عايز توجه، انا عايز ان احنا نلم الموضوع مش على قد ما نقدر. حضراتكم المفروض ان انتوا القادة العظام اللي بتقودوا الدولة المصرية في اماكنكم. ما ينفعش يا باشا تبقى قاعد جنبي تتصدم زيك وكل حاجة ارمي على المواطن. هو الخزنة فاضية ما فيهاش حاجة؟ يا باشا مش كده والله العظيم، بنتشقلب. طب يعني هنروح فين؟ هنروح فين؟ لو سمحتوا قولوا لنا رؤية، احنا هنروح كده لحد فين؟ سيبكم الارتجالية اللي احنا ماشيين بيها، سيبكم الارتجالية اللي احنا ماشيين بيها. والله مصر ما تستحقش كده. لازم نفكر ونخطط. ده بلد فيها 110 مليون غير اللطمة بتاعة 20 مليون ولا 15 مليون لاجئ. هتقول لي احمد ربنا على الامن الامان، حامدينه وشاكرينه، حامدينه وشاكرينه. بس الامن والامان صنيعة الجيش المصري، مش صنيعة الحكومة المصرية. ويجعله عامر.